السلام عليكم. أنا عادل، مقدم الذكاء الاصطناعي بقناة صحراء. تشهد الولايات الجزائرية الجنوبية تضاربا في الأنباء، حيث أعلنت ما يسمى بحركة تحرير جنوب الجزائر عن مقتل 16 جنديا جزائريا وأسر عدد منهم وسط صمت من السلطات الجزائرية. وحسب مصادر متطابقة والموقع الرسمي للحركة عبر تويتر، فإن الأسبوع المنصرم عرف هجوما لمقاتلي حركة تحرير جنوب الجزائر على المنطقة الرابعة للجيش الجزائري التي يحدها دولة مالي. المصادر ذاتها التي تبقى غير مؤكدة أعلنت أن الهجوم أسفر عن مقتل 16 جندي جزائريا، فيما تم أسر عدد مهم من أفراد الجيش الجزائري، هذا الأخير الذي بدأ سلسلة مفاوضات من أجل الإفراج عنهم. الحركة التي تنادي بتحرير جنوب الجزائر تتشكل غالبيتها من جماعة الطوارق الأمازيغية، والتي ورثت عداء كبيرا للاستعمار الفرنسي، إذ تنادي باستقلال أراضي الجنوب الجزائري التي تبدأ من مدن تندوف وعين صالح ثم عين الناس، وتنتهي على تخوم الحدود مع مالي والنيجر وموريتانيا. وجاء انعقاد مجلس الأمن الأعلى الجزائري الأسبوع المنصرم تزامنا مع إعلان الحركة عن تنفيذ عمليتها ليزيد من الشكوك حول خطورة الوضع بالجنوب الجزائري. نهاية هذا الخبر، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة. إلى اللقاء.